طول السنة وأنت منتبه لجسدك، صبح، غداء، عشاء، وجبات خفيفة. هذه المرة حاول تنتبه لروحك. الروح أهم. الروح حاجة مهمة في غاية الأهمية. تشي تعيش حياة سعيدة، انتبه لروحك. تشي تعيش حياة فيها نوع كبير من الرضا، انتبه لروحك. تشي تعيش حياة فيها رضا الله ثم رضا الوالدين، انتبه لروحك. حاول تغذي روحك بوجبات مهمة ورائعة ومفيدة. حاول تغذي روحك بالأذكار، حاول تغذي روحك بالقرآن الكريم، حاول تغذي روحك بالقيم النبيلة والخصال الحميدة. حاول تغذي روحك في الشهر الكريم شهر رمضان المبارك بالأشياء النبيلة، بالتخلي عن المشاعر السلبية، بترك الأحقاد، ترك الضغائن، ترك الحسد، ترك كل المشاعر التي تسبب لك ضيقا نفسيا، تسبب لك صراعات اجتماعية، تسبب لك مشاكل متعددة. حاول تغذي روحك، حاول تنتبه لروحك. الروح أهم من الجسد. في الشهر الكريم حاول ونحاول جميعا أيضا أن نستغله بالمعاني الإيجابية، القيم النبيلة، غذاء الروح. وما أدراك ما غذاء الروح. نحاول ننقي أرواحنا في هذا الشهر المبارك والكريم. نحاول نصوم صيام حقيقي، نحاول أن نصبر، نحاول أن نكون من المتقين، نحاول. نسأل الله أن يلهم أرواحنا السداد والصواب. تحياتي لكم.